بسم الله توكلنا على الله. طيب النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض حل النموذج الاسترشادي السادس والسابع. طيب خلينا نبدا على طول مع النموذج رقم 6. نبدا مع الجمله رقم 1. بيقول لي ايه balanced diet. خلي بالك لما اجي اتكلم عن balanced diet يعني نظام غذائي متوازن. دي حاجه ايه بالنسبه للصحه؟ خلي بالك انا عندي هنا very اسمها degree adverb يعني ظرف بيان درجه، وبالتالي انت محتاج تختار بعده حاجه هنا اسمها صفه. يبقى انا عندي degree adverb زي very مثلا، وقلنا درجات ظروف بيان الدرجه في منها الظروف القويه والظروف الضعيفه. بيجي بعده على طول حاجه اسمها adjective يعني صفه. طالما حطيت ظرف بيان درجه لازم يجي بعده صفه، وعلى فكره ممكن يجي بعده adverb يعني ظرف، بس في الحاله دي هيبقى manner adverb يعني ظرف بيان درجه الحال اللي بعده. طيب خلينا نرجع للجمله اللي هنا. بنقول ان النظام الغذائي المتوازن بيحتاج، او النظام الغذائي المتوازن بيكون ايه للصحه. يبقى انا عايز صفه بمعنى مفيد، يبقى الصفه اللي تديني معنى مفيد اللي هي beneficial. الاختيار ايه؟ طيب تعالوا نروح للجمله رقم 2. بيقول لي many products. برضو هنا انا محتاج عندي كوانتيفاير في بدايه الجمله اللي هو many، وبعدين كلمه products دي noun. يبقى انا محتاج قبل الناون ده صفه، وان كان هو مش سؤال على المشتقات بس انا بعودك بس المشتقات بتتحل ازاي. يبقى انت محتاج هنا صفه للبرودكتس، وخلي بالك برضو many ككوانتيفاير هنا تعتبر صفه. انا عايز اقول العديد من المنتجات زي منتجات التنظيف اصبحت more expensive lately يعني اصبحت غاليه مؤخرا. يبقى منتجات التنظيف دي ممكن نصنفها او نوصفها بان هي منتجات منزليه. طيب المنتجات المنزليه اسمها الهاوس هولد برودكتس. خلي بالك ان هاوس هولد تديني صفه بمعنى منزلي، وكمان ممكن تستخدم كاسم بمعنى الاسره. طيب 3 بيقول لي falling in the street. خلي بالك لو انا بتكلم عن تجربه الوقوع في الشارع كان the most situation. خلي بالك انا عايز احط هنا صفه في الدرجه الثالثه جاي عشان توصف النون اللي هو situation. كان الموقف الاكثر احراجا اللي انا واجهته في حياتي. يبقى انا عندي على طول الصفه اللي تديني معنى محرج اللي هي mortifying. واوعى تنسى ان mortifying دي بتساوي embarrassing. embarrassing بتساوي mortifying معنى محرج. embarrassing بتساوي mortifying معنى محرج. طيب تعال نروح للجملة رقم 4. بيقول لي the previous in Japan was famous for its beautiful art and strong rulers. خلي بالك ايه اللي كانت موجودة في اليابان سابقا اللي هي previous، وكانت مشهورة بالارت اللي هو الفن، والقادة الأقوياء اللي هم strong rulers. يبقى احنا كده على طول بنتكلم عن سلالة أو أسرة حاكمة اللي هي اسمها dynasty. الاختيار ايه؟ طيب 5 بيقول لي when I laughed too much يعني لما ضحكت كتير I got a stitch in my side. طيب خلي بالك a stitch in my side، انت عارف ان كلمة stitch عندنا في المنهج بمعنى غرزة، وجاية في التعبير اللي هو a stitch in time saves nine يعني التحرك السريع بينقذك من حاجات او عواقب ممكن تحصل بعد كده. a stitch in time saves nine من التعبيرات او من الايديومز المهمة جدا الموجودة عندك في المنهج. يبقى المعنى الحرفي بتاع كلمة ستيتش غرزة أو يخيط غرزة. طيب تعالى نشوف معناها هنا كده. بنقول كده أنا لما ضحكت كتير قوي. طبيعي الإنسان لما يضحك كتير ممكن يحس بنغزة كده في جنبه. النغزة دي كناية عن إيه؟ نقدر نقول إن هي كناية عن إن أنا حسيت بالألم. يبقى I felt sudden pain يعني حسيت بألم مفاجئ. طيب تعالى نروح للجملة رقم 6. بيقول لي it's important to friendships when life gets busy. خلي بالك when life gets busy يعني لما الحياة تبقى مزدحمة فمن المهم انك تحافظ على الاصدقاء. يعني ما تخليش الحياة تشغلك وتخسرك اصدقاء. يبقى يحافظ على او يصون اللي هي maintain. الاختيار سي. طيب تعالى ننقل للجملة رقم 7. بيقول لي the marketing team يعني فريق التسويق had to of يعني اضطروا ان هم of work load يعني اضطروا ان هم يتحملوا عبء الورك لود اللي هو ضغط الشغل بعد ما 2 من الاعضاء resigned يعني استقالوا. يبقى اذا كده هم هيواجهوا الاعباء او هيتحملوا العبء. يتحمل العبء اللي هي اسمها ايه؟ bear the brunt. bear the brunt بمعنى يتحمل العبء. طيب تعال نروح للجمله رقم 8.
بيقول لي you can always، يعني انت دايما تقدر ايه على اصدقائك في وقت الحاجه. يبقى تقدر تعتمد على اصدقائك في وقت الحاجه، يبقى اعتمد على اللي هي rely on بتساوي depend on بتساوي count on. يبقى rely حرف الجر اهو اللي هو on بتساوي depend on بتساوي count on بمعنى يعتمد على. خلي بالك برضو انا عندي focus on بمعنى يركز على، وعندي go on بمعنى يستمر. وجو on دي ليها قصه اللي هي ممكن يجي وراها تو المصدر وممكن يجي وراها فعل مضاف له ing على حسب المراد منها يعني. طيب 9 بيقول لي 500 باوندز، يعني لو انا بتكلم عن مبلغ 500 جنيه. خلي بالك في المحاضرات التأسيسية اللي كنا اتكلمنا فيها في الأول لو رجعت لها هتلاقينا كنا قايلين على ملاحظة مهمة جدا تخص الجرامر التراكمي، إن العبارات الدالة على الكميات، المبالغ المالية، المسافة، الوزن، درجات الحرارة، اللي هي المقادير كلها بصفة عامة، لو جت فاعل في أول الجملة مفرد، لو جت فاعل في أول الجملة فهي مفردة، وبالتالي هتشيل ار عشان ار بتيجي مع الجمع، وهتشيل هاف برضه بتيجي مع الجمع، وهتشيل وير، يفضل قدامك اختيار واحد اللي هو از. طيب الجملة رقم 10 بيقول لي لارا got low marks، يعني لارا جابت درجات منخفضة. خلي بالك أنا عندي الفعل got في الماضي، لذلك او حط سيمي كولون يعني فاصله منقوطه بدل من الرابط عشان تركز انت وتقدر تشوف الرابط معناه ايه. لارا جابت درجات منخفضه. She have joined the faculty she wanted. طيب خلي بالك انا عندي هختار هنا موديل فيرب او فعل ناقص وهي جاي بعده have والتصريف الثالث. طيب لو انت جيت تقول على shouldn't have والتصريف الثالث فدي هتديك معنى ما كانش يجب. يعني ما ينفعش اقول ما كانش يجب ان هي تخش الكليه اللي هي عايزاها، لا ده انا عايز اقول ان هي ما جابتش او جابت درجات منخفضه لذلك ما قدرتش تدخل الكليه اللي هي كانت عايزاها. طيب عشان تقول هي ما قدرتش تدخل الكليه اللي هي كانت عايزاها هتقول كده couldn't join، لان couldn't بتبين عدم القدره في الماضي وبيجي وراها الفعل في المصدر. بس خلي بالك ان في حاجه اسمها couldn't have والتصريف الثالث. يعني لما اقول لك couldn't have joined معناها ان كان من المستحيل حدوث الفعل اللي هو هنا الفعل join. يبقى couldn't هنا تقدر تقول ان couldn't هنا بتساوي can't. بتساوي كانت ما هي كانت بتستخدمها للاستنتاج المستحيل في الماضي بس بيجي وراها هاف والتصريف الثالث، وبالتالي الاختيار هنا يبقى couldn't have joined يعني كان في استحاله ان هي تدخل الكليه اللي هي كانت عايزاها، بتساوي can't have joined يعني كان في استحاله ان هي تدخل الكليه اللي هي عايزاها. طيب تعال نروح للجمله رقم 11 بيقول students will have a break، يعني الطلبه هيحصلوا على break. تمام؟ after they have finished. طيب يا ترى الفعل finish بيجي وراه ايه؟ بيجي وراه فعل مضاف له ing، يبقى after they have finished doing اللي هي الاختيار بي. طيب زي ما احنا متعودين بيبقى عندي قطعه informative او expository او factual ايا كان، يعني قطعه تفسيريه بتديني معلومات يعني، فبنقول عليها informative ونقول عليها expository وممكن نقول عليها factual. وبيبقى في قطعه ثانيه narrative يعني بتحكي لي قصه. طيب تعال نشوف القطعه الاولى اللي معانا دي. بيقول لي sleep is one of the body's most essential functions، يعني النوم واحد من اهم الوظائف اللي بيعملها الجسم. ماشي؟ ولكن it remains، ولكن ما زال النوم، دي اول فقره كده بالنسبه لي، ولكن ما زال النوم the least understood، يعني احنا فاهمين القلب بيشتغل ازاي، العقل بيشتغل ازاي، الكلى بتشتغل ازاي، بس مش فاهمين الميكانيزم بتاع النوم ده او ايه الهدف منه. يعني هو الاقل الحاجات اللي احنا فاهمينها في الوظائف الحيويه اللي بيعملها الجسم. For centuries لقرون العلماء كانوا بيعتقدوا، خلي بالك ده الاعتقاد سابقا، ان النوم ده كان simply a passive state، يعني حاله من passive state يعني حاله من الراحه ايجابيه، حاله من يعني النوم ده هو مجرد ان الجسم بيرتاح بشكل ايجابي. ده الاعتقاد قبل كده. however ومع ذلك recent research الابحاث الحديثه
has revealed كشفت ان while the body may appear still في الوقت اللي الجسم فيه بيظهر ثابتا كده او في حاله سكون the brain is surprisingly active العقل بيكون بشكل مدهش شغال. يعني انت يعتبر جسمك مرتاح لكن عقلك شغال طول الوقت. during sleep اثناء النوم العقل بيعمل ايه بقى؟ it processes بيعالج الذكريات اللي انت شفتها مثلا. regulates hormones بينظم عمل الهرمونات وبيعمل الريبيرز للانسجه بيصلح الانسجه. all critical functions وبيعمل كل الوظائف المتعلقه بالمنتال والفيزيكال هيلث. يعني تقدر تلخص كل الوظائف اللي هو بيعملها دي ان هي بيعمل كل الوظائف المتعلقه بالصحه الذهنيه او الصحه الجسديه. ادي اول فقره كلمتني عن ان النوم من اهم الوظائف الحيويه اللي الجسم بيعملها. قديما كانت الناس معتقده ان هو حاله راحه مش اكتر من كده، ولكن مع البحث اكتشفنا ان طول ما انت نايم عقلك بيفضل شغال بيعالج كل الذكريات وبينظم الهرمونات وبيعمل كل الاصلاحات. يعني لو عندك مثلا جرح او كدمه بيبدا العقل يشتغل على اصلاحها يعني. فبيعمل كل الوظائف المرتبطه بالصحه العقليه والصحه البدنيه. طيب بعد كده في الفقره رقم 2 بيكلمني عن حاجه اسمها السليب سايكل اللي هي دوره النوم. منقسمه الى عده مراحل including 1 light sleep النوم الخفيف، 2 deep sleep النوم العميق، 3 REM اللي هو rapid eye movement في مرحله من النوم كده بتلاقي العين فيها بتتحرك بسرعه راحه جايه كده تحت الجفون. طيب each stage كل مرحله ليها دور محدد او خاص بيها او فريد او مميز. مثلا لو جينا نقول الديب سليب، في الديب سليب ايه اللي بيحصل؟ الديب سليب بيساعد الجسم ان هو ريكفر فيزيكلي التعافي الجسدي، العضلات ترتاح ويبدا الجسم يستعيد عافيته. طيب ده في مرحله الديب سليب. طب في مرحله الرابid اي موفمنت اللي هي حركه العين السريعه، بص بقى المرحله دي خاصه بدعم التعلم والتوازن العاطفي. لذلك الناس اللي بيحصل لهم او ما بيناموش ما بياخدوش كفايتهم من الار اي ام المرحله دي من دوره النوم اللي هي الثلاث مراحل، لو المرحله دي قلت هتلاقي الناس دول هيعانوا في مشاكل او هيعانوا من مشاكل ليها علاقه بالتركيز والمود سوينجز. يعني المود بتاعه طول النهار شويه فرحان وشويه زعلان، المود المتقلب، والبور ميموري اللي هي الذاكره السيئه. طيب تعال نروح للفقره رقم 3. بيقول لي بقى اثناء حياه الانسان بننام 25 سنه. يعني لو انت مثلا عمرك 60 سنه او 65 سنه بتنام منهم 25 سنه او اكتر. ولكن ليه بقى؟ ايه الوقت الطويل ده؟ ايه الغرض من النوم؟ تاني عطفا على الفقره الاولى بيقول لي بعض العلماء بيعتقدوا ان احنا بننام to replenish brain، يعني عشان نعيد تجديد خلايا المخ. ده اعتقاد تاني ان النوم ده بيساعد الجسم ان هو ينمو ويطلق الضغوط اللي هي بتتراكم عليه طول اليوم. يبقى في بعض العلماء بيعتقدوا ان النوم بيساعد في تجديد خلايا المخ، والبعض الاخر بيعتقد ان النوم بيعمل عمليه استعاده او بيساعد الجسم على النمو ويخفف الضغوطات. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعال نروح للفقره الرابعه. بيقول لي ان التكنولوجيا والضغوطات واسلوب الحياه الجديد، خلي بالك disturbed هات الفعل كده، الحاجات دي كلها ازعجت النوم الطبيعي بتاع الانسان. الضوء الازرق من الشاشات بيؤخر، بص الضوء الازرق بيؤخر افراز او اطلاق الميلاتونين. الميلاتونين ده اللي هو الهرمون اصلا المسؤول عن ان هو يخلي الشخص يشعر بالنعاس يعني. العلماء بيوصوا ان انت تطفي اي جهاز الكتروني اتليست على الاقل قبل ميعاد النوم بساعه، وتحافظ على constant bedtime routine، يعني تخلي روتينك في النوم ثابت، يعني نفس الميعاد كل يوم متعود تقرا مثلا قبل ما تنام وهكذا. Sleep isn't a luxury
النوم مش مجرد رفاهيه، ده ضروره بيولوجيه. understanding its complexity او complexity، فهم التعقيد في النوم ده، او فهمنا للتعقيد في النوم بيسمح لنا ان احنا نقول ان الليله الجيده او appreciate، ان احنا نحترم او نضع في اعتبارنا او نقدر فكره ان الليله او النوم الجيد يعني دي حاجه فايتال، يعني اساسيه او ضروريه ك proper nutrition، او زيها زي التغذيه والتمارين. يبقى الجسم محتاج 3 حاجات: نوم، تغذيه، تمارين. دول ال3 الاساسيين. طيب اول سؤال بيقول لي ايه هي الفكره الرئيسيه بتاعه القطعه؟ الفكره الرئيسيه بتاعه القطعه دي ان اول حاجه النوم ده هو راحه بسيطه كده فيها الحد الادنى من النشاط سواء للجسد او للعقل. طيب دي مش الفكره الرئيسيه، لان القطعه خدتني لانه مش مجرد راحه للجسم والعقل. طيب الفكره الثانيه، النوم ده عباره عن active وessential biological process، يعني عمليه فيها نشاط، عمليه حيويه ضروريه وفيها نشاط. vital for physical، يعني مهمه للفيزيكال والمنتال والايموشنال هيلث، سواء للصحه البدنيه او العقليه او الصحه الخاصه بالمشاعر والاحاسيس. يبقى هي الاختيار بي هو ادق اختيار. النوم ده عمليه ضروريه فيها حاله من النشاط العقلي اللي هو بيكون مهم للصحه سواء البدنيه او الذهنيه او الصحه العاطفيه. طيب 13 بيقول لي according to the passage، وفقا لما جاء في القطعه دي الكاتب بيناقش ايه بشكل اساسي؟ يا ترى بيناقش الاحلام بمعانيها؟ لا طبعا. طب الاختيار بي، يا ترى بيناقش مراحل النوم واهميته؟ ايوه هي دي، بيناقش مراحل النوم المختلفه واهميته. طب الاختيار سي، ما بيناقش المودرن تكنولوجي. طب والاختيار دي بيناقش اسباب الضغط وقله النوم او انعدام النوم؟ لا. طيب 14 بيقول لي which of the following، اي من التالي هيلخص الفقره الثالثه. نطلع كده الفقره رقم 3 اللي هي بتكلمني عن ان الانسان بينام تقريبا 25 سنه من عمره، وبتكلمني عن ان الانسان بينام الاراء المختلفه. في راي بيقول ان الانسان بينام عشان يعيد تجديد خلايا المخ، وفي علماء اخرين بيقولوا ان النوم بيساعدنا على النمو والتخلص من الضغوطات. طيب تعال نشوف الاختيارات اللي قدامي. العلماء بيقترحوا اسباب مختلفه للناس بتحتاج تنام، يبقى هو اول اختيار. طب تعال نشوف الاختيار الثاني. السليب mainly important، مهم بشكل اساسي للحلم؟ لا طبعا. طيب سي مودرن لايف، الحياه الحديثه. الفقره الثالثه ما اتكلمتش عن الحياه الحديثه خالص ولا المودرن تكنولوجي. الاختيار الاخير بيقول لي العلماء ما زالوا نو nothing، مش عارفين اي حاجه تخص النوم؟ لا. طيب 15 بيقول لي في مرحله الرابط اي موفمنت، اللي هي في مرحله حركه العين السريعه. دي متعلقه بدعم ايه؟ قلنا بدعم التركيز والاشياء اللي ليها علاقه بالذاكره. طيب تعال نشوف الاختيار الاولاني كده. بيقول لي الفيزيكال والريكفري. الفيزيكال ريكفري يعني التعافي الجسدي؟ لا. تحسين دوره الدم؟ لا. تحسين قوه العضلات ونمو الشخص؟ لا. يبقى احنا قلنا الرابط اي موفمنت مرتبطه اكتر بالايموشنال والمنتال بالانس، اللي هو التوازن الذهني والتوازن العاطفي. طيب 16 بيقول لي according to the passage، وفقا لما جاء في القطعه we can infer، نقدر نستنتج ان الناس اللي بتستخدم الشاشات قبل النوم ما تعرفش تنام. يبقى قلنا ان احنا المفروض ان احنا قبل ميعاد النوم بساعه نبعد عن اي شاشات. يبقى الناس، خلي بالك هو هنا بيقول لي people who use، الناس اللي بتستخدم الشاشه قبل ميعاد النوم يبقى هتعاني من مشكلات لها علاقه بالنوم. طيب 17 بيقول لي if someone lacks sleep، لو في شخص بيعاني من قله النوم ممكن نقول كده هيعاني من الضغط وتركيزه هيبقى مش مظبوط، يبقى هيعاني من الاسترس والبور فوكس اللي هو التركيز هيبقى قليل او منخفض بالنسبه له. طيب 18 بيقول لي in spite of، الفكره هنا in spite of يعني على الرغم من، على الرغم من، يعني انت عايز فكره في الجمله الثانيه تبقى متناقضه مع الكلام ده. على الرغم من اهميه النوم الكافي، الى انه ايه بقى؟ الاستيقاظ طول الوقت صحي جدا؟ لا طبعا.
العلماء بيعتقدوا ان النوم بيساعد على النمو فقط؟ لا طبعا. الاحلام ليها تاثير كبير على اسلوب حياتنا؟ لا. يبقى على الرغم من اهميه النوم الكافي، الا ان الضغط واسلوب الحياه الحديث له تاثيرات سلبيه على النوم. طيب 19 بيقول لي how does the writer feel about sleep؟ ايه شعور الكاتب تجاه النوم؟ الكاتب شايف ان النوم ده حاجه فايتال، يعني حاجه اساسيه او ضروريه، وبيولوجيكال نيد يعني حاجه بيولوجيه للجسم. طيب نروح للقطعه الثانيه على طول، هتلاقيها الناريتيف او القصه زي ما اتفقنا. طيب واتفقنا اول فقره ادي واحد، روح على الفقره الثانيه ادي بدايتها اتنين. طيب تعال نشوف كده، ناخد السيتنج بتاعنا، يعني الزمان والمكان. الزمان بتاعنا جانيوري مورنينج، يعني صباح احد ايام شهر يناير. طيب تعال نشوف المكان at the edge of the old bridge، على حافه كوبري قديم. طب مين المين كاركتر؟ مايا. يبقى الشخصيه الرئيسيه في القصه عندنا اسمها مايا. في يوم في شهر يناير، يوم الصبح في شهر يناير، واقفه على حافه كوبري قديم staring at the river، عماله بتبحلق او بتبص مركز قوي في حاجه اللي هي stare at، مركزه في النهر. she had returned، لسه راجعه للهوم تاون، يعني هي كانت مسافره لسه راجعه للهوم تاون. يبقى الكوبري ده موجود في الهوم تاون. بعد 10 سنين طوال she was doing، كانت بتعمل حاجه اسمها البوست جراديويت ستاديز في لندن. يبقى احنا عرفنا ان هي كانت مسافره لندن، وبعد 10 سنين طوال عدوا عليها رجعت تاني للهوم تاون بتاعتها، واقفه على كوبري قديم. دي اللي هي مايا، واقفه على كوبري قديم في صباح احد الايام في شهر يناير. Everything looked smaller، كل شيء باين في عينيها اصغر دلوقتي، الاشجار اصغر، البيوت اصغر، حتى الكوبري نفسه اللي هي كانت بتقف عليه مع صديقتها المقربه. كانت بتقف على الكوبري ده ومعتاده ان هي تقضي ساعات تتكلم معاها عن احلامها. ولكن هانا was gone، هانا للاسف ماتت. يبقى هي كانت مسافره وكانت متعوده ان هي تقضي وقت مع هانا على الكوبري ده، ولكن للاسف هانا ماتت وهي مسافره. الحادثه دي حصلت امتى؟ A week after، بعد اسبوع من مايا ما خلصت الكليه بتاعتها. تمام؟ او بعد اسبوع من مايا ما غادرت عشان تروح تدرس بره، يعني بعد ما سافرت باسبوع. طيب المشكله بقى ان مايا عمرها ما سامحت نفسها، لان هي ما كانتش موجوده جنب صديقتها هنا لما حصلت الحادثه. She had thrown herself، سلمت نفسها في الشغل، متظاهره ان النجاح هو اللي هيملى المكان الفاضي اللي اتخلق جواها بسبب موت صديقتها. ولكن كل انجاز كانت بتحققه مايا بيفكرها بالوعد اللي هي كسرته. ايه الوعد ده؟ كانت وعدت صديقتها هنا ان هي ترجع وتروح تزورها قبل الشتاء اللي جاي. طيب لسه مكملين مع نفس الفقره الثانيه. وهي ماشيه على الكوبري she felt wind pressure، يعني حست بان الرياح كده وكانها بتعدي من على وشها، يعني بتغسل وشها كده وكانها بتغسل وشها بفرشه. carrying the faint scent، الرياح شايله معاها الرائحه بتاعه الباين تريز اللي هي اشجار الصنوبر. لاول مره من سنين ما جريتش بقى من الذكريات، ولكن she stopped، توقفت في منتصف الطريق، قفلت عينيها and whispered، وهمست I am sorry، قالت انا اسفه، كانها بتعتذر لصديقتها مين؟ هنا، على الوعد اللي خلفته. suddenly، فجاه بعد ما قالت انا اسفه دي a soft drizzle began to fall، بدا رذاذ ميه او رذاذ مطره خفيف كده يسقط يعني. مايا smiled، مايا تبسمت through her tears، من خلال يعني الدموع، هي كانت بتعيط فتبسمت والدموع لسه على وشها يعني. it was as if، وكأن المدينة نفسها بتقول لها أنا مسامحاك، وبتشيل عنها أو بتغسل عنها الذنب اللي هي كانت شايلاه لمدة طويلة جدا، اللي هو إحساسها بالذنب، لأن هي كانت وعدت صديقتها إن هي ترجع تزورها قبل الشتاء اللي جاي. She realized،
في اللحظه دي مايا ادركت ان هي مش هتقدر تغير الماضي، دي نقطه تحوليه، ولكن تقدر تكرم صديقتها هنا الذكرى بتاعتها عن طريق ان هي تعيش حياتها بشكل كامل مجددا. When she finally turned to leave، اخيرا اول ما استدارت عشان تمشي، اشعه الشمس بدات تعبر عبر السحب عشان تضيء النهر بالانعكاسات الذهبيه. مايا حست براحه اكبر بكتير جدا من اللي كانت عليها في سنين سابقه. فري ات لاست، اخيرا تحررت من الذنب اللي هي كانت فيه. طيب المين ايديا اوف ذا باسج، ايه الفكره الرئيسيه من القطعه دي؟ ان مايا اللي هي حاسه بالذنب بدات ان هي تسامح او تشعر بشعور ان هي تسامح وتتحرر من الشعور بالذنب ده. فبنقول كده اول اختيار بيقول لي learns to forgive، ان مايا اتعلمت تسامح نفسها ولقت السلام من خلال الصداقه وذكرياتها. ايوه الاختيار الاولاني. يبقى مايا اتعلمت ان هي تسامح نفسها and find peace ولقت السلام من خلال الصداقه وذكرى الصداقه دي. طيب الاختيار بي مثلا بيقول لي ان مايا ما زالت مضارع بتشعر بالتوهان بعد العوده الى مدينتها وتذكر صديقتها، هي خلاص تجاوزت المرحله دي. الاختيار سي بيقول لي هي ندمانه على مغادره صديقتها وحاسه بالحزن طول حياتها، قلنا هي تجاوزت خلاص. ريكولز بتستعيد ذكريات صداقتها وبتدرك ان healing takes time، الشفاء بياخد وقت، لا هي خلاص تعافت خلاص. طيب 21 where did the story mainly take place؟ القصه دي حصلت فين؟ احنا قلنا في السيتنج، قلنا على كوبري قديم، يبقى at the old bridge in Maya's hometown، على الكوبري القديم الموجود في الهوم تاون بتاع مايا اللي هي المدينه اللي اتولدت فيها مايا. طيب which of the following sentences، عايز الجمله اللي بتلخص الفقره رقم 3 اللي هي الفقره الاخيره يعني. طيب الفقره الاخيره دي اللي هي خلاص مايا بدات تسامح نفسها يعني. مايا رجعت الهوم تاون ولقت وظيفه جديده، لا. طيب بي مايا فيزيتس، مايا بتزور صديقتها عشان تطلب النصيحه، لا. سي مايا بلانز تو ليف، مايا بتخطط لمغادره المدينه، لا. خلاص بقى يبقى الاختيار دي مايا بتواجه الذنب وبتجد السلام الداخلي. طيب 23 ان ذا ستوري، في القصه الكوبري ده بيرمز الى ايه؟ خلي بالك من كلمه سمبلايز يعني رمزيه. رمزيه الكوبري في اي مكان هو ربط، سواء ربط بين الناس وبعضها، او ربط بين مكان ومكان، او ربط بين شخص وشخص، او ربط بين وقت ووقت. يبقى لما نيجي نشوف رمزيه الكوبري هنا هنلاقيه الرابط ما بين الماضي والحاضر. الرابط ما بين الماضي والحاضر، الماضي اللي كانت بتجتمع فيه مع صديقتها اللي هي هنا، والحاضر اللي هو صديقتها ما بقتش موجوده دلوقتي. 24 بيقول لي مايا feels relaxed، يعني مايا حست ان هي مسترخيه ومستريحه في نهايه القصه. This infers، ده بيشير الى ان مايا ايه؟ يبقى نقدر نقول ان مايا returned، او تعال نشوف اول جمله كده. decided to move away، قررت ان هي تعزل من المكان، لا. forgave herself اللي هي الاختيار بي، سامحت نفسها وودعت الشعور بالذنب، يبقى الاختيار بي. طيب 25 after this visit، بعد الزياره دي مايا من المرجح ان هي تعمل ايه؟ بعد زياره الكوبري دي هتنسى ماضيها بشكل كامل؟ لا. هتتوقف عن العمل وتقعد في البيت؟ لا. سي live more meaningfully، يعني هتعيش بشكل اكثر معنى and appreciate life، يعني حياتها هيبقى ليها مغزى وهتقدر حياتها بعد كده. 26 in your opinion، في رايك there is a conflict، ايه الصراع الموجود في القصه؟ صراع ما بين مايا والذنب او شعورها بالذنب، يبقى الصراع ده داخلي ما بين مايا ونفسها. طيب 27 according to the passage، وفقا لما جاء في القطعه، ازاي الايموشنال ستيت يعني الحاله العاطفيه بتاعت مايا تطورت؟ ايه التطور للحاله العاطفيه بتاعتها من البدايه للنهايه؟ هي في البدايه كانت حزينه او حاسه بالذنب، وفي النهايه وجدت السلام الداخلي، يبقى from guilt to inner peace اللي هي الاختيار دي. طيب تعال نروح للاسئله الموضوعيه اللي هي بدرجتين. الجمله رقم 28 بيقول لي he asked me
when I would be ready for the journey to France. عايز الجملة الدايركت. مبدئيا asked هتبقى said to. يبقى he said to me. وهنفتح علامات التنصيص. وهتبقى أداة الاستفهام when اللي هي أصلا مستخدمة في السؤال. I would هترجع تبقى will. و I هتبقى you. و B هتفضل زي ما هي لأن سواء would أو will بتجيب الفعل في المصدر. يبقى when will you be ready for the journey؟ فين الاختيار ده؟ يبقى he said to me when will you be ready for the journey to France؟ اللي هي الاختيار B. طيب 29 بيقول لي you're mobile by next Friday. عندي by ووقت محدد في المستقبل ده اسمه مستقبل تام. طب هو المستقبل التام ده تكوينه ايه؟ يا اما فاعل وبعدين will have زائد التصريف الثالث، يا اما مفعول في صيغه المبني للمجهول وبعدين will have been زائد التصريف الثالث. طيب الجمله عندي هنا بدات بيور موبايل يعني الموبايل بتاعك مع الفعل فيكس يعني يتصلح. يعني انت عايز will have been والتصريف الثالث يبقى will have been fixed. طيب الجمله رقم 30 عندي رابط الشرط اللي هو if بيقول لي if he had worked ده زمن ماضي تاني. يبقى الجواب على طول would have والتصريف الثالث. يبقى نروح على طول الاختيار اللي هو C. يبقى if he had worked harder لو هو عمل بجد اكتر he would have been in a better position كان زمانه في موقف افضل دلوقتي او في وظيفه افضل. طيب 31 بيقول لي which sentence is grammatically correct. خلي بالك عايز الجمله صحيحه to express a habit in the past للتعبير عن عاده في الماضي. طيب عاده في الماضي يعني مفيش don't وجيت هي كمان مضارع واي ام هي كمان مضارع. يبقى فاضل قدامي اختيار وحيد اللي هو الاختيار ايه؟ وان كان في مشكله في الجمله دي ان وود على طول للتعبير عن عادات الماضي محتاجه معاها اشاره للماضي يعني وجود كلمه داله على الماضي. يعني مثلا I wouldn't work for 10 hours a day in the past يعني انا ما كنتش بشتغل ل 10 ساعات في اليوم في الماضي. على الاقل كان يكون في تعبير بيدل على الماضي. طيب 32 بيقول لي his homework آدم went to the club. خلي بالك انا عندي جملتين لو اخدت بالك انا بختار فعل وعندي فعل تاني. يعني انا بختار فعل اسمه finish وعندي فعل تاني في الجمله. ببص على الجمله لقيت الجمله بدون رابط فبنقول كده اذا كان فاعل الجملتين واحد نختار فعل مضاف له ing. اذا كان فاعل الجملتين مختلف نختار تصريف ثالث. ادم هو اللي راح النادي وادم هو اللي خلص واجبه. يبقى احنا كده هنبدا الجمله participle clause يعني هنبدا بفعل مضاف له ing. او تعال نشوف كده been finishing ما تنفعش had finished ما تنفعش would finish ما تنفعش. يبقى احنا هنعتبر ان ده حدث اول ونقول كده having finished هنا بتساوي finishing. يعني اعتبرت ان الفعل المضاف له ing اللي انا بدات بيه الجمله هنا اللي هو having. يبقى نقدر نقول ان having finished بتساوي finishing. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 33 بيقول لي she to clean the house yesterday. she to clean the house yesterday. خلي بالك انا عندي جمله في زمن الماضي البسيط بوجود كلمه yesterday فشلت الاختيار اللي هو سي فقط وقلت خلي بالك انا عندي هنا فعل to المصدر يبقى شلت have لان have اصلا حتى لو جه وراها الشخص بيجي معاها مصدر فيفضل عندي got شخص to المصدر او got to المصدر. يبقى نروح على طول للصيغه السببيه. الجمله دي في الصيغه السببيه اللي هي جت شخص to والمصدر يعني هي استعانت بخادمه اسف اللي هي الاختيار الاولاني هي استعانت بخادمه لكي تنظف المنزل بالامس. يبقى جت الشخص to والمصدر. طيب I wish I just wish او I wish. خلي بالك انا عندي حالات الماضي الغير حقيقي 5 لازم تحفظهم بالترتيب ده كده. رقم 1 فاعل would rather. رقم 2 it's time. رقم 3 wish او if only. دول ال5 حالات اللي انا اقولهم لك دول مهمين جدا اساسي يجي لك سؤال منهم. 4 suppose و imagine اللي هم بمعنى تخيل او افترض. 5 conditionals يعني حالات الشرط سواء بقى الثانيه او الثالثه
دي كلها حالات الازمنه فيها ما بتكونش حقيقيه، وبنسميها احنا حالات ظرف الزمان الكذاب. يعني مثلا تلاقي كلمه yesterday تاخد معاها ماضي تاني، تلاقي كلمه now تاخد معاها ماضي بسيط. طب ده ليه؟ بيقول لي الخمس حالات دول الزمن فيهم مش حقيقي. بمعنى لو في قدامك احتمال من اتنين، ان اي تعبير من التعبيرات الموجوده قدامك دي تلاقي بعده فاعل. طيب اذا لقيت بعده فاعل يبقى اخر زمن او اخر الزمن درجه، يعني اخر زمن الفعل اللي هتختاره درجه. طيب خلي بالك بقى، بدون فاعل في 3 حالات من الخمسه اللي قدامك دول ممكن ما تلاقيش بعدهم فاعل، اللي هم الحاله الاولى. الحاله الاولى اللي هي بتتكلم عن would rather هيجي بعدها مصدر. طيب الحاله الثانيه والحاله الثالثه اللي هي it's time وش، لو ما جاش بعدهم فاعل يجي معاهم تو زائد المصدر. تعال نطبق الكلام ده هنا. انا عندي وش جوه وراها فاعل اللي هو always، يبقى انت كده عندك حاله من الخمسه دول وجاي وراها فاعل، هتعمل ايه في الزمن؟ هتاخره درجه. يبقى محتاج اشوف زمن الجمله دي. انا عندي اصلا this year يعني هذا العام، يا اما تدل على مضارع تام يا اما تدل على ماضي بسيط. طب هو هنا بيقول لي I really didn't work hard، يعني انا حقيقي لم اعمل بجد. يبقى انا بتمنى لو كنت عملت بجد، يعني ماضي بسيط. طيب ماضي بسيط بقى بناخده زي ما هو ولا بنأخره درجه؟ بنأخره درجه للماضي. الماضي البسيط لما تيجي تأخره درجه يبقى ماضي ايه؟ ماضي تام. طيب فين الماضي التام اللي قدامك اللي هو had worked؟ يعني يا ريتني كنت عملت بجد هذا العام. I really didn't work hard يعني انا حقيقي لم اعمل بجد. طيب 35 بيقول الجود بلوج بوست، يعني المدونه الالكترونيه الجيده لازم يكون فيها كاتشي تايتل، يعني عنوان جاذب للانتباه. طيب تعالوا نروح للترجمه بقى. هتلاقيني معلم لك على الاخطاء اللي في الجمل بسرعه كده. الجمله الاولى هيبقى الاختيار الصحيح اللي هو الاختيار A، وهتلاقيني معلم لك على الاخطاء. طيب الجمله رقم 37 هنلاقي الاختيار الصحيح هو الاختيار C. طيب الجمله رقم 38 هنلاقي الاختيار الصحيح هو C برضو. طيب والجمله رقم 39 هنلاقي الاختيار الصحيح هو الاختيار A. طيب تعال نروح بقى لاسئله القصه اللي هي الاسئله الخاصه، الاسئله المقاليه. كل سؤال في القصه بيبقى بدرجتين زي ما احنا متعودين، وغالبا في كل سؤال بيطلب منك نقطتين، يبقى النقطه بدرجه، 4 نقط ب4 درجات. بيقول لي ادموند's bright future يعني مستقبل ادموند المشرق including، بص بقى، مستقبل ادموند المشرق including marriage بما فيه الزواج، الخطوبه، حفل الخطوبه اللي كان قادم او حفل الزواج القادم يعني، وbeing a ship captain وان هو هيبقى قبطان، slipped into darkness يعني ضاع في الظلمات. example اشرح لي، اديني مثالين، يعني مثال على الزواج ومثال على انه كان هيبقى قبطان. طيب بنجاوب ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. Edmund's marriage وEdmund's being a ship captain، تمام؟ ادي الموقفين اللي انت هتتكلم عنهم. يبقى Edmund من السؤال اهو marriage خد بقى الجمله اللي عندك، التعبير اللي هو مستخدمه slipped into darkness. عود نفسك تاخد من السؤال اكتر حاجه ممكن تستفيد فيها من الاجابه. because Fernand plotted يعني Fernand دبر مكيده against him and could واستطاع send him to prison واستطاع ان يرسله الى السجن and marry واستطاع ان هو يتزوج مغصديه. تمام؟ يفضل لك النقطه الثانيه نفس اللي عملته. Edmunds being a ship captain slipped into darkness because Dangler with the help of Fernand بمساعدة Fernand wrote a false letter
وبرضه ممكن تقول plotted against Edmund and could send him to prison. يعني استطاعوا ان هم يرسلوه الى السجن so he couldn't become the ship captain. طيب why did فاريا، ليه الاب فاريا شارك سر الكنز مع ادموند؟ بص ادي اول جزء من السؤال. and how وكيف، يبقى دي النقطه الثانيه، الكنز غير حياه ادموند. طيب هو ليه شارك السر مع ادموند؟ بص كده، انت هتبدا بفاريا او فاريا shared the secret of the treasure. تعلم بقى تكتب ازاي the secret of the treasure with Edmund، مع Edmund because، لأن اديني السبب، he liked أو loved أو trusted him as a son، لأنه أحبه كابن لي. طب الجزء الثاني how did the treasure change Edmund's life؟ with the help of the treasure، بمساعدة الكنز Edmund could return to Paris، قدر ان هو يرجع الى باريس and bring justice، واستطاع ان هو يحقق العدالة. تمام؟ طيب he became the Count of Monte Cristo. لو عايز تركز he became، او لو عايز تكمل يعني he became the Count of Monte Cristo، يعني اصبح الكونت of Monte Cristo and could take revenge on his enemies، وقدر ينتقم من اعدائه and help the poor، واستطاع ان هو يساعد the needy او help his friends، يعني يساعد اصدقائه. طيب بالنسبه للباراجراف طالب مني اكتب 6 سطور عن 3 نصائح ازاي نتصدى او نمنع ظاهره التنمر ما بين الطلاب. طبعا هو ده نفس الباراجراف اللي مكتوب في كتاب العمالقه، فانا جبته لك كده المره دي عشان خاطر نركز احنا بنعمل ايه. زي ما احنا اتفقنا احنا مطلوب مننا جمله مقدمه وجمله خاتمه و3 أو 4 جمل في الموضوع. اي فقره موضوع كده بتبدا بتوبيك سنتنس بتخلص بكونكلودينج سنتنس وبنحط في وسطهم سبورتنج ديتيلز. طيب فالجمله زي ما احنا اتفقنا التوبيك سنتنس بناخدها دايما من العنوان. فبنقول كده التنمر ده هو مشكله خطيره بتؤثر على العديد من الطلاب في المدارس. مش هو بيقول لي نصائح عمليه لمنع التنمر بين الطلاب؟ يبقى التنمر ده مشكله خطيره بتؤثر على الطلاب في المدارس. ابدا اديني النصائح بقى. قبل ما تبدا تدي النصائح هتقول كده there are many practical tips، يعني ممكن تضيف انت من عندك كده there are many tips on how to prevent bullying among students. هناك العديد من النصائح عن كيفيه القضاء على التنمر بين الطلاب. First، اولا schools should raise، يعني احفظ التعبير ده schools should raise awareness، يعني المدارس يجب ان هي ترفع الوعي بين الطلاب عن طريق ان هي تعلمهم about respect، عن الاحترام والطيب. طيب second، خد التعبير ده encourage students to report bullying، يعني المدارس او المدرسين يجب ان هم يشجعوا الطلاب ان هم يبلغوا ان اي عمليه تنمر بيتعرضوا لها. طيب الاباء communicate with their children، يعني الاباء يتواصلوا مع يعني يبقوا قريبين من اولادهم طوال الوقت عشان يفهموا ايه هي مشاكلهم. كمان في strict rules، يعني القواعد الصارمه يجب ان يتم تطبيقها لايقاف التنمر. خلصت؟ هحط conclusion بيقول ايه؟ ختاما in conclusion او to conclude او to sum up، تكتبها كده by working together، عن طريق العمل سويا. مين اللي احنا قلنا عنهم في القطعه؟ هتلاقي السكولز والتيتشرز والبيرنتس. schools and families، وضيف معاهم كمان التيتشرز can create safe and supportive environment for all the students، يعني ممكن ينشئوا بيئه داعمه، وكمان البيئه دي تكون احنا قلنا سبورتيف وسيف، يعني داعمه وامنه للطلاب. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. كده نكون خلصنا النموذج رقم 7. تعال بقى نروح للنموذج الاسترشادي رقم 8. صلي على النبي صلى الله، او اسف خلصنا النموذج رقم 6، تعالوا نروح للنموذج رقم 7. السؤال الاول بيقول لي there is still some، ما زال هناك بعض ايه؟ بخصوص importing and exporting goods، بخصوص importing و exporting goods
يعني بخصوص تصدير واستيراد البضائع عبر الحدود. يبقى احنا كده بنقول ان ما زال في قيود او شروط. قيود او شروط. القيود او الشروط اللي هي اسمها ايه؟ restrictions. restrictions واقرب كلمه ليها limitations. واتفقنا ان في عندي كلمه ثانيه اسمها regulations يعني قواعد منظمه، واتفقنا ان في حاجه اسمها measurements اللي هي المقاييس او المعايير. عندي prescriptions اللي هي الوصفات الطبيه، وعندي directions اللي هي الاتجاهات، وعندي distractions اللي هي عوامل مشتته يعني. طيب تعال نروح للجمله رقم 2. بيقول لي she offered a sincere، يعني هي offered a sincere يعني تقدمت بايه؟ sincere يعني مخلص او صادق. تقدمت بايه صادقه لصديقتها on the impressive presentation بسبب العرض التقديمي المبهر اللي صديقتها قدمته. يبقى هي كده عملت مجامله او اطراء اللي هي compliment بالاوش، لكن compliment اللي هي جايه من complete يعني يكمل. يبقى compliment دي اللي هي الاستكمال او التكمله. commitment طبعا من الكلمات المهمه عندي، بتساوي devotion، بتساوي dedication اللي هو الاخلاص او الالتزام او التفاني. طيب تعال نروح للجمله رقم 3. بيقول لي to reach the hidden island، للوصول الى الجزيره المخفيه. you must through لازم تبحر عبر dangerous reefs اللي هي الشعاب المرجانيه الخطيره، والunpredictable tides اللي هي موجات المد الغير متوقعه. يبقى يبحر او يتوجه او يقود اللي هي navigate الاختيار الاول. طيب 4 بيقول لي that of the Nile river. خلي بالك احنا بنتكلم عن نقطه التقاء ما بين ريفر وسي. يبقى نقطه التقاء المسطحات المائيه دي بيبقى اسمها ايه؟ كانفلونس على طول. يبقى كانفلونس اللي هي الاختيار دي اللي هي نقط التقاء المسطحات المائيه او نقطه الالتقاء يعني. 5 بيقول لي after hearing the good news، بعد سماع الاخبار الجيده she began to، خلي بالك overwhelmed by joy. overwhelmed هنا بمعنى غارق او مغمور، يعني يملأه شعور معين، مش شرط بمعنى منهك او متعب، يملأها شعور بالفرح والمتعه. يبقى عندي تعبير او ايديوم مهم جدا اسمه weep with relief. عارف انت اللي بيعيط من الفرحه ينتحب مع الفرحه او بدموع الفرح يعني. طيب تعالوا نروح للجمله رقم 6. بيقول لي our mission المهمه بتاعتنا is to forward research. خلي بالك المهمه بتاعتنا ان احنا ايه؟ للامام البحث that benefits اللي هو بيفيد المجتمع. يبقى في عندي تعبير اسمه drive forward يعني يدفع الشيء للامام او يقود الشيء للامام. نقود عجله او نقود للامام البحث الذي يفيد المجتمع. يبقى drive forward من التعبيرات المهمه. خلي بالك ان look forward اسمها look forward to بمعنى يتطلع الى، ملهاش معنى في السياق هنا. طيب 7 بيقول لي the scientists worked tirelessly، يعني العلماء اشتغلوا بلا كلل، يعني ما بطلوش شغل to a the experiments accuracy لتحسين او تعزيز دقه التجربه. يبقى يحسن او يعزز اللي هي enhance بتساوي improve اللي هي يحسن بتساوي boost اللي هي يحسن او يدعم او يعزز. طيب 8 بيقول لي my friend traveled to Philippines. من الملاحظات المهمه جدا خلي بالك انا عندي الفلبينز دي اسم دوله، ولو خدت بالك هو اسم جمع، واسال نفسك كده هو اسم جمع لانه اسم مجموعه جزر. ولمعلوماتك الفلبين تقريبا 1600 حاجه و40 جزيره يعني. والخلاصه ان احنا من الاسماء اللي هي بتسبق بذا على طول مجموعات الجزر. لما تكون الدوله اللي عندك عباره عن مجموعه جزر بتحط قبلها ذا. طيب 9 بيقول لي دونت فون مي، ما تتصلش بيا قبل الساعه 10. خلي بالك متفقين كده. اللي بيمنع مضارع مستمر. بص تعال نقول كده على قاعده مهمه جدا. اللي يمنع مضارع، اللي يمنعك انك تعمل حاجه في المضارع يبقى مضارع مستمر. يبقى في فعل شغال في المضارع هيمنعك انك تعمل فعل تاني في المضارع. طيب اللي يمنع ماضي مستمر، يعني ماضي كان مستمر في وقته وبالتالي منع حدوث فعل في الماضي. طب اللي يمنع مستقبل هتقول لي بالتبعيه هيبقى مستقبل هيكون مستمر، يبقى مستقبل مستمر. حلو قوي. طب ايه رايك ما تيجي ناخد اللعبه دي كده ونقول اللي يسبب. يعني ايه يسبب؟ يعني حصل
وانتهى، في فعل حصل وانتهى، فنتج عنه مضارع. ده مين؟ ده مضارع تاني. يبقى اللي يسبب مضارع بيكون مضارع تاني. طب اللي يسبب ماضي بيكون ماضي تاني. طب اللي يسبب مستقبل، يعني حاجه تحصل وينتج عنها مستقبل، فكر كده هتلاقيها مضارع باي شكل بقى، سواء مضارع بسيط او مستمر او تاني. طيب تعال نقول الجمله اللي هنا، حد بيقول للتاني ما تتصلش بيا، يعني بيمنعه ما تتصلش بيا الساعه 10 بالليل، ما تتصلش بيا في المستقبل عشان انا هكون قاعد بعمل كذا. يبقى اللي بيمنع مستقبل بيكون ايه؟ مستقبل مستمر. مستقبل مستمر يعني ايه؟ يعني will be والفعل مضاف له ing، يبقى I will be attending عشان انا هكون بحضر اجتماع. طيب 10 بيقول لي the new system regularly to prevent any technical issues. خلي بالك انا عندي لو بصيت على الاختيارات كده هلاقي فيه صيغ معلوم ومجهول. مبدئيا السيستم ده مفرد، فانا هشيل وهقول يا ترى السيستم ده هيعمل صيانه ولا هيتعمل له صيانه؟ هيتعمل له صيانه. يبقى الصيغه هنا انت عايزها ايه؟ باسف، يعني صيغه مبني للمجهول، فهنشيل الاي ان جي دي وهنشيل المصدر، يفضل عندي از مينتيند، لان صيغه المبني للمجهول بتكون عباره عن فيرب تو بي زائد التصريف الثالث، وده اللي متحقق في الاختيار الاول. يبقى النظام الجديد بيتعمل له صيانه بانتظام عشان يمنع اي مشاكل تقنيه. اف اي ذا جوب، عندي جمله فيها رابط شرط اللي هو اف، رحت على الجواب بتاعها لقيته would have taken، يعني دي حاله شرط ثالثه، يبقى دي third conditional. طيب في الثيرد conditional اف بيجي وراها زمن ايه؟ ماضي تام. فلقيت الاختيارات في ماضي تام اهو وفي ماضي تام اهو، شلت ده ماضي بسيط ودي would والمصدر شلتها. فاقول كده الجمله دي من الجمل اللي بنعمل جنبها شباكين كده، واحنا متعودين مع بعض على الطريقه دي. ليه شباكين؟ اول ما نعمل شباك قول كده ده متعدي لمفعولين. فعل الجمله هنا متعدي لمفعولين، يعني هو عرض عليا وظيفه، انا والوظيفه بقينا مفعولين، مفعول مباشر ومفعول غير مباشر. يبقى هقول كده لو انا اتعرض عليا الوظيفه كنت خدتها، يعني انت عايز صيغه مبني للمجهول على الرغم من ان في مفعول هنا، الى ان انا برضو المفعول الاندايركت، انا المفعول الاندايركت والجوب هي المفعول اندايركت، المفعول الدايركت. بنقول he offered me a job، يعني هو عرض عليا وظيفه. يبقى if I had been offered ماضي تام في صيغه المبني للمجهول، لو انا اتعرض عليا الوظيفه فانا مفعول. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعال نروح للقطعه الاولى informative، لما نبص لها كده هنلاقيها informative او factual او expository، يعني تديني معلومات او حقائق. Deep within heart of the Amazon rainforest، يعني احنا في قلب غابات الامازون. ادي الفقره الاولى وادي الفقره الثانيه وادي الفقره الثالثه. القطعه بتاعتنا 3 فقرات. في الفقره الاولى بيقول لي في عمق غابات الامازون a team of biologists، فريق من علماء الاحياء، عملوا حاجه اسمها remarkable discovery، عملوا اكتشاف مدهش. ايه هو؟ They found that trees، لو ان الاشجار بتتواصل من خلال networks، شبكه تحت ارضيه underground networks of fungi او of fungi، اللي هو شبكه تحت ارضيه من الطحالب او الفطريات، اسمها ميكوريزي. ميكوريزي اللي هي الجذريات، الفطريات الجذريه، اللي هي الفطريات اللي بتنمو على الجذور. الفطريات دي موصله جذور الاشجار ببعضها، عامله شبكه، الاشجار بتتواصل مع بعضها. These fungi act as a natural messengers. الفطريات دي بتعمل كرسل طبيعيه، بتنقل المغذيات وبتنقل اشارات كيميائيه ما بين النباتات. مثلا لو tree is under attack، لو في شجره بتتعرض لهجوم من حشره ما او من مرض ما، فبتطلق signals، بتطلق اشارات تحذيريه من الجذر، فالشجره القريبه بتحس بالتحذير وتبدا تنتج protective chemicals، يعني كيماويات وقائيه هتحميها حتى ما قبل ما الخطر يوصل لها. الانكريدبل بروسيس، العمليه المدهشه دي، بتعرف بالوود وايد ويب، يعني شبكه الغابه الواسعه. reveals، بتكشف لنا ان الفورستس الغابات ليست صامته، ولكنها مليئه بالكوايت كونفرسيشنز، مليئه بالمحادثات اللي تحت الارض او تحت التربه. طيب في الفقره الثانيه بيقول لي العلماء اكتشفوا
ان كل ما الشجره تكون اقوى، او الشجره الاقوى احيانا بتشارك الغذاء بتاعها مع الشجره الاصغر، او الشجره اللي هي في الظل اكتر فما بيوصلهاش مغذيات كتير. فالشجره القويه اللي بتوصل للشمس تقوم مش تشارك الغذاء بتاعها، او تشارك المغذيات بتاعتها مع الاشجار الاصغر او مع الاشجار اللي في الظل، عشان تضمن بقاء التوازن، تضمن البقاء وتضمن تحقيق التوازن. العمليه الطبيعيه دي challenges بتتحدى الاعتقاد اللي عند الناس ان النباتات بتتنافس على الموارد. ده عكس اللي كان الانسان معتقده، ده النباتات هنا بتعيش حياه مكمله لبعضها البعض، هي مش بتتنافس، ولكن بدلا من ذلك بيشكلوا vast interdependent community، مجتمع معتمد على نفسه through advanced sensors، من خلال حساسات. بص بقى، العلماء بدأوا من خلال ان هم يحطوا حساسات and data modeling ونماذج للداتا. الباحثين اكدوا ان هذه التغيرات او التبادلات اللي بتحصل بين النباتات بتحصل بشكل مستمر، especially خاصه في وقت الاسترس، يعني في الاوقات الصعبه، يعني او في وقت المرض، او في وقت الاشجار فيه بتتعرض لاي شيء ضار يعني. The discovery، الاكتشاف ده ألهم الابتكارات in environmental science، في العلوم البيئية والبايوتكنولوجي والتكنولوجيا الحيوية. As engineers، لأن المهندسين بقى بدأوا يستكشفوا طرق لمحاكاة هذا النظام في الزراعة المستدامة وفي الداتا نتوركس، في شبكات الداتا. يبقى الفقرة الثانية الملخصة إن العلماء اكتشفوا إن الأشجار الكبيرة بترعى الاشجار الصغيره، بتديها الغذاء، وكمان بترعى الاشجار اللي في الظل عشان تضمن البقاء والحفاظ على التوازن. على عكس بقى الاعتقاد اللي كان سائد عند العلماء ان الاشجار بتتنافس، لا، الاشجار بتتكامل او بتساعد بعضها البعض. فبداوا العلماء يحطوا حساسات ونماذج بيانات عشان يجمعوا معلومات، ولو ان التبادل ده بيحصل بشكل مستمر فبداوا ياخدوا الالهام من الحاجات دي ويطبقوها في العلوم البيئيه وفي التكنولوجيا الحيويه. طيب تعالوا نروح للفقرة الأخيرة. بيقول له it also deepens our understanding of how، الأبحاث اللي بتتعمل دي والمعلومات اللي هنجمعها دي بتعمق فهمنا إزاي الإيكو سيستمز، يعني الأنظمة البيئية، بتحافظ على استدامة نفسها and how fragile، وقد إيه الأنظمة البيئية دي بتصبح هشة لما بيتم إزعاجها. every tree، كل شجرة، leaf، ورقة، أو كل قطرة من المطر contributes to a living orchestra، بتساهم في الأوركسترا الحية دي اللي هي بتحافظ على النباتات على قيد الحياة. The first، الغابات لذلك isn't merely a group of trees، ليست مجرد مجموعة من الأشجار. It is، ولكنها a dynamic network، يعني شبكة ديناميكية من الحياة المبنية على التعاون والتوازن وقوة التحمل. By protecting forests، عن طريق حماية، أو المرونة resilience، يعني المرونة أو قوة التحمل. By protecting forests، عن طريق حماية الغابات، البشر protects its own source of air، بيحموا مصدر الهواء بتاعهم ومصدر المياه ومصدر الإلهام. ensuring that، متأكدين أو هيضمنوا إن السيمفونية المخفية دي هتستمر في لعب دورها للأجيال القادمة. طيب the suitable title for the passage، أنسب عنوان للقطعة يبقى أول اختيار على طول اللي هو secret communication network of trees، يعني شبكة الاتصال السرية بين الأشجار. طيب what detail، التفصيلة اللي هتساعد القارئ ازاي يفهم الاشجار بتتعاون ازاي. في تفصيلة كده ساعدتك تفهم ازاي طريقة تعاون الاشجار، اللي هي بتبعت اشارات ومواد كيميائية عبر الجذور اهي. trees send chemical alerts، تنبيهات كيميائية او اشارات كيميائية عبر الجذور، اللي هي الاختيار B. طيب 14 بيقول the sentence، الجملة اللي هتلخص اخر فقرة. يا ترى العلماء بيدرسوا الاشجار لان هي جميله؟ الاختيار بي غلط. The Amazon forest، غابات الامازون اكبر من اي غابه ثانيه، غلط. mycorrhizae and dangerous، يعني الفطريات الجذريه خطيره، لا، يبقى الاختيار الاولاني اللي هو الغابات are complex، انظمه بيئيه معقده، الاشجار فيها بتشارك اشارات ومواد. 15 بيقول لي scientists، العلماء بيستخدموا الداتا لدراسه الغابات او شبكه الغابات. ليه بقى؟ لانهم يعني لانهم بيستخدموا الاقمار الصناعيه؟ لا، لانهم بيستخدموا الحساسات ونماذج البيانات عشان
يتاكدوا من عمليات التبادل اللي بتحصل. يبقى العلماء بيستخدموا الداتا لدراسه الغابات او شبكه الاشجار دي، لان هم بيعتمدوا على استخدام الحساسات ونماذج البيانات عشان يتاكدوا من عمليات التبادل اللي بتحصل. طيب هي المفروض كانت تبقى by applying يعني as they، او ممكن نقول ان as هنا بمعنى عندما يستخدمون، عندما يطبقون كذا. طيب 16 بيقول لي we can infer about the relationship. ممكن نستنتج ايه بخصوص العلاقه اللي ما بين الاشجار، العلاقه اللي ما بين الاشجار. احنا قلنا بقى ان الاشجار بتتعاون للبقاء على قيد الحياه ولحمايه بعضها البعض، اللي هي الاختيار دي. 17 trees underground، الاشجار اللي تحت الارض، شبكه الاشجار اللي تحت الارض، الشبكه اللي بتتواصل بها الاشجار. is similar to human communication system، يعني مشابهه للانظمه اللي بيستخدمها البشر في التواصل. ليه بقى؟ كلاهما بيستخدموا السيجنالز وبيشاركوا المعلومات بكفاءه. الاختيار بي، كلاهما بيستخدموا ضوء الشمس، البشر ما بيستخدموش ضوء الشمس. ترانسميت داتا، بيبثوا الداتا من خلال الصوت والفايبريشن، ده ما بيحصلش في النباتات. ستوب فانكشننج، كلاهما بيتوقف عن العمل لما ما يكونش فيه ضوء، يبقى هو الاختيار الاولاني. 18 المؤلف بيقترح ان feeling or intentions، المشاعر او النوايا ورا تصرفات الاشجار. يا ترى هي المنافسه على القوه والهيمنه؟ لا. التصرف كمجتمع بيركز على التوازن ورعايه بعضه البعض، يبقى الاختيار بي. طيب 19 if people continue destroying forests، لو الناس استمرت في تدمير الغابات ايه اللي هيحصل؟ يبقى على طول التوازن بتاع الحياه الطبيعيه will be severely damaged، يعني يتعرض للتدمير بشكل شديد او صعب جدا يعني. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. القطعه اللي بعد كده الفقره الاولى قلنا بقى دي هتبقى ناريتيف على طول، يعني هتحكي لي قصه. ادي 4 فقرات، القطعه 4 فقرات. تعالى نطلع السيتنج بتاعتنا. نطلع الاول المين كاركتر اللي هي ايثن، يعني البطل بتاع القصه اللي هنحكيها اسمه ايثن. دايما ايثن ده فخور بالكرييتيف ورك، يعني فخور بالشغل الابداعي اللي هو بيعمله في ديزاين كومباني، وظيفه ابداعيه في شركه تصميمات. في ميجر حصلت مشكله ان في ميجر بروجكت unexpectedly failed، في مشروع فشل. he lost his job، فقد وظيفته. خلي بالك، فقد وظيفته وفقد ثقته في نفسه. السادن تشينج، التغير المفاجئ ده، بص بقى، السادن تشينج left him anxious، يعني سابه في حاله من anxious يعني القلق، وuncertain عدم اليقين بخصوص مستقبله. each day، كل يوم اصعب من اليوم اللي قبله، ودايما بيسال نفسه هل حياته ما زال لها معنى؟ his world، عالمه اللي كان مليء بالالوان والاهداف، دلوقتي بص تعال، عالم مليء بالالوان والاهداف تحول الى عالم داكن وفارغ. تعال نشوف السيتنج بتاعتنا. التوقيت في يوم صباحا. هنبدا نحكي القصه بقى. الموقف ان ايثن ده في الفقره الاولى شخص كان مبدع بيفتخر بوظيفته اللي فيها ابداع دي في شركه ضخمه. فجاه في مشروع رئيسي للشركه فشل، فعلى طول مشوا ايثن من الشغل. بدا يتحول من حاله الثقه لحاله عدم اليقين وحاله الخوف والقلق، ودايما بيسال نفسه هل حياته ليها معنى ولا لا. في يوم صباح quiet walk by the river، ايثن ماشي by the river جنب النهر. noticed the old iron bridge، يعني احنا هنا by the river، المكان by the river الى جانب النهر عند كوبري قديم. from his childhood، الكوبري ده ايثن بيتذكره من مرحله الطفوله. once bright and strong، في ذات مره الكوبري ده كان bright and strong. الكوبري ده once كان bright and strong، يعني كان زي ايثن. في وقت من الاوقات لما ايثن كان طفل كان الكوبري ده لامع ومشرق، وفي وقت من الاوقات لما ايثن كان في المصنع او كان في الشركه كان كرييتيف، وكانت حياته دايما فخور بانه شخص مبدع يعني. تحول الكوبري دلوقتي بقى ضل وكراكت زي ايثن، يعني كئيب مليء بالشروخ ومنسي. السطح بتاعه مكسر. فده بيعكس، بص كده، الوضع ده بيعكس
احساس ايثن بالخساره اللي هي اللص والاحباط. الملاحظه دي ايثن هو اللي لاحظها. sparked an idea، اثارت فكره في دماغ مين؟ ايثن. لو الكوبري ده ممكن تصليحه، فيبقى حياتنا كمان او الروح المعنويه بتاعتي ممكن استعادتها. ادي نقطه التحول. ايثن بدا على طول ينظف في الكوبري، يزيل الجرافيتي اللي عليه، ويزيل الصدى، ويستبدل الارضيه اللي هي باليه. العمل كان بطيء ولكن بيعالج بعمق. As the days passed، بمرور الايام الناس بدات تتوقف تتفرج الاول، وبعد كده بدات تساعد. وسويا ايثن مع اهل قريته دهنوا الكوبري بالوان مبهجه، واضافوا رسائل عن الامل وتجدد الامل على الكوبري كده. الفقره الاخيره The Transformation، عمليه التغير دي اصبحت قصه سبب ونتيجه. يعني ايه قصه سبب ونتيجه؟ اللي هي فقدان ايثن لوظيفته had created a new beginning. السبب فقدان ايثن لوظيفته، التأثير بداية جديدة. The bridge no longer connected. الكوبري هنا مش مجرد رابط ما بين جانبي النهر، ده بقى رابط بين الناس. When the work was finally complete، لما الشغل أخيرا انتهى، إيثن بص على الجانب المشرق والسكة المشرقة للكوبري وتبسم. أدرك أن إعادة بناء الكوبري ده أعاد بناؤه هو شخصيا. His journey، الرحلة بتاعته من اليأس إلى الامتنان، أظهرت أن الأشياء المنكسرة زي القلوب المنكسرة. طالما الأشياء المنكسرة ممكن إصلاحها، فالقلوب المنكسرة ممكن إصلاحها من خلال الصبر والعمل الجماعي والإيمان بالبدايات الجديدة. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. The main idea of the passage، إيه هي الفكرة الرئيسية بتاعت القطعة؟ تقريبا الجملة الأخيرة دي. A neglected bridge، في كوبري متجاهل تم إعادة تصليحه. مش هي دي الفكرة الرئيسية. A worker loses hope، يعني أحد العمال بيفقد الأمل بعد ما الشركة بتاعته تخلت عنه. مش هي دي الفكرة الرئيسية. A designer، في مصمم بيبدأ كارير جديد في دولة تانية عشان ينسى ماضيه. مش هي دي الفكرة الرئيسية. بس ممكن نقول كده A man's personal loss، يعني خسارة شخصية لشخص ما ألهمته لإعادة بناء كوبري وإعادة بناء نفسه. طيب إيثن was inspired. إيثن ألهم إن هو يصلح الكوبري. ليه بقى؟ هل كان عنده رغبة إن هو يربح الأموال؟ لا. يبقى الاختيار الأولاني ده خطأ. ذكريات عبور الكوبري لما كان طفل ممكن، ولا لأنه هو كان مخطط إن هو يصمم كوبري جديد أصلا؟ لا. لأنه هو كان بيتمنى إن هو يدمر الكوبري القديم؟ لا. يبقى بسبب ذكريات عبور الكوبري ده لما كان طفل. وإن كان الحافز أو الدافع اللي اتولد عند إيثن هنا بسبب إنه شايف إن إصلاحه للكوبري هيساعده على إصلاح نفسه. طالما الكوبري يمكن إصلاحه، يبقى إذن روحه هي كمان يمكن إصلاحها. ده اللي جه في النص يعني. طيب 22 The sentence، الجملة اللي هتلخص الفقرة الثانية. الفقرة الثانية اللي هي ادتني السيتنج وحالة الكوبري والفكرة اللي نورت في دماغ إيثن إن طالما الكوبري يتصلح يبقى روحه هي كمان ممكن ترجع له. طيب تعال نقول كده. أول جملة Ethan saw the broken bridge، يعني إيثن شاف الكوبري المتدمر ده كان انعكاس لحياته وبدأ في ترميم الكوبري. يبقى هي دي الفكرة الرئيسية بتاعت الفقرة الثانية. طب الاختيار بي إيثن تردد على الكوبري؟ لا. إيثن wondered، إيثن تساءل هل إصلاح الكوبري هيحسن من المود بتاعه، الحالة المزاجية يعني؟ لا. دي إيثن أدرك إن الإصلاحات اللي في الكوبري والطريق البالي اللي هو المسار بتاع الكوبري ده، ولكن فكر في إن هو يسيب الكوبري زي ما هو؟ لا. 23 بيقول لي إيه المين إيفنت؟ تعال نقول كده. الحدث بتاع القصة دي أو في القطعة دي تطور من إيه لإيه؟
تطور من تقارير رسميه ووثائق عن تخطيط للمدينه؟ لا. تطور عبر القرارات السريعه والاحداث الغير مرتبطه ببعضها؟ لا. تطور من خلال مراحل واضحه كان فيها عمل جماعي وامل ونمو شخصي، اللي هو عمل جماعي، الناس اشتغلت مع بعضها على اصلاح الكوبري، امل في ان ايثن يستعيد روحه مره ثانيه، وبدات النمو الشخصي اللي حققه ايثن، وحتى ناس كتير كانت في تجارب مشابهه ممكن تكون كانت موجوده معاه في نفس الموقف. 24 بيقول لي the reader can infer، يعني القارئ بتاع القطعه دي يقدر يستنتج ان ايثن ايه؟ هيستمر في دعمه للمشروعات اللي بتجمع الناس في مدينته. ده انسب اختيار من غير ما نقرا باقي الاختيارات. طيب 25 بيقول لي the tone of the passage، النبرة المستخدمة في القطعة دي inspiring يعني ملهمة، showing that بتظهر لنا ان healing grows from kindness، ان الشفاء ممكن يكون ناتج عن التصرفات المرتبطة بأعمال الخير أو الطيبة يعني. 26 بيقول لي Ethan's transformation، يعني التحول اللي حصل لإيثن أثناء الأزمة بتاعته. كان في البداية hopeless وفاقد الأمل وتائه، ولكن أصبح قوي وكونكتد يعني مرتبط بالمجتمع حواليه. طيب 27 بيقول لي إيثن feelings، مشاعر إيثن تغيرت من اليأس والشك إلى الأمل والامتنان. يبقى أول اختيار. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نروح للأسئلة بدرجتين. في بداية الجملة I am not sure، طالما I am not sure ودي جملة استنتاجية أنا مش متأكد إيه اللي سبب مرضها، طالما I am not sure يبقى هتدور على may أو might أو could، يعني من المحتمل may أو might أو could، يبقى might أو may أو could. طيب فشلنا must، وفضل عندي may والمصدر وmight والمصدر. طيب هو بيقول لي انا مش متاكد ايه اللي سبب مرضها، يبقى اي احتمال تكون اكلت في الماضي، يبقى انت عايز may او might او could زائد have والتصريف الثالث، اي واحد من الثلاثه دول زائد have والتصريف الثالث اللي موجود عندك في الاختيارات اللي هي سي. يبقى could have eaten من المحتمل ان هي اكلت شيء سيء. عايز الكوريكت reported speech، يعني قدامك جمله you can solve your problems will you follow، ده جملتين، جمله خبريه وجمله استفهاميه. تعال ننقلهم عادي جدا. مبدئيا he said هتفضل زي ما هي، تعال نقول هنا كده he said، وبعدين هنربط بذات ونشيل علامات التنصيص ونشوف يو دي عايده عليا انا، يبقى كان هتقلب ماضي تبقى could، لان انا نقلت بسد اللي هي ماضي. I could solve زي ما هي ماشي. your هتبقى ماضي problems. تمام. طب انا عندي جمله ثانيه في سؤال فانقل بفعل نقل ثاني اقول and asked. طب لو الجمله الثانيه جمله خبريه هقول and that. طب جمله سؤال and asked، طب السؤال هنا بادئ بفعل المساعد او فعل ناقص، فهبدا برابط اللي هو if، يبقى and asked if I followed his advice. تعال نشوف ده في الاختيارات. يبقى he said that I could solve my problems and asked if I would follow his advice. يبقى أول اختيار هو الاختيار الصحيح. طيب I could solve my problems. ماشي تمام. 30 بيقول لي I had the room again as it was missing. بص، لأن الغرفة كانت متبهدلة يعني أو فوضوية، فعايز أقول إن أنا، تعال نشوف الاختيارات كده. لو أنت جبت had وراها الشخص فهيجي بعدها الفعل في المصدر، يبقى الاختيار الأولاني ده غلط. ولو أنت هتجيب had وراها ضمير فالضمير يبقى ضمير مفعول، ما ينفعش يبقى ضمير فاعل ولا صفة ملكية، يبقى يفضل قدام الاختيار اللي هو بي. I had him يعني أنا أقنعته إن هو يرتب الغرفة مجددا لأنها كانت فوضوية، الصيغة السببية. 31 بيقول لي she the table before the guests arrive. أنا عندي رابط اللي هو before قبل وصول الضيوف. تعال نقول كده، الجملة في صيغة المعلوم، الفاعل والمفعول موجودين، يبقى الجملة دي active.
هنشيل الاختيار اللي هو دي ونشيل الاختيار اللي هو بي. يفضل عندي بيفور، فاروح معاها للماضي التام، لان بيفور ما ينفعش استخدمها مع المضارع التام الا اذا كانت في نهايه الجمله مش رابط. يبقى she had laid the table before the guests arrived، يعني هي كانت ظبطت الترابيزه قبل وصول الضيوف. 32 بيقول لي he should او he should keep in mind، لازم دايما يخلي في عقله ان الفاينل ريبورت باي نيكست ويك، خلاص باي وقت محدد في المستقبل يبقى مستقبل تاني، يعني will have والتصريف الثالث او will have been والتصريف الثالث. الجمله هنا في صيغه المبني للمجهول يبقى will have been delivered، يعني هو لازم يكون عارف ان التقرير لازم يكون اتسلم قبل نهايه الاسبوع اللي جاي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. The manager demand، خلي بالك بنقول كده من اول ما بدانا حل في المراجعه النهائيه او من اول ما بدانا شرح عموما في الكلام المنقول، اي فعل او صيغه بتدل على الامر او الطلب او الاقتراح او النصيحه او التوصيه يجي وراها ذات فاعل مصدر او ذات فاعل شذ والمصدر. هنروح هنا للمصدر اللي هو الاختيار سي. 34 they spent، سؤال على الصفات المركبه، عندي اداه النكره والاسم الموصوف اللي هو كلمه تريب، يبقى ممنوع تحط اس في الصفه المركبه، وبما ان الصفه المركبه هنا الاسم موجود بعدها فبنحط الشرطه الواصله، يبقى 5 دي اللي هي الاختيار ايه. طيب 35 بيقول لي on the contrary، على النقيض التكنولوجيا حولت كل جوانب الحياه، سواء بقى هواتف محموله او ذكاء اصطناعي، شكلت ازاي بنتواصل، ازاي بنتعلم، ازاي بنفكر. الجزء ده مستخرج من مقال ايه؟ هو انا مش بحكي قصه، يبقى ده مش ناريتور ومش وصفي. ليه بقى؟ الوصفي ده هتلاقي عينك شافت حاجه، تلاقيك شميت حاجه، تلاقيك لمست حاجه، اللي هو بيخاطب الحواس الخمسه. ولا هو مقال تفسيري، يعني مش عمال يديني معلومات تخص حاجه معينه، لا ده هو مقال ممكن يكون argumentative، جدلي او اقناعي، لان انا قبلها كنت قايل وجهه نظر وان ذا كونتراري بطرح وجهه النظر المضاده، يبقى ده كده في حاله من الجدال، يبقى argumentative. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للترجمه بقى على طول، الجمله رقم 36 هتكون الاختيار دي، اما 37 فهتكون الاختيار الاول، وهتلاقيني طبعا معلم لك على الاخطاء. 38 هتكون الاختيار سي، اما 39 فهتكون الاختيار ايه مع وضع كلمه هيوج هنا قبل كلمه ناشونال، هيوج ناشونال بروجكتس يعني المشروعات القوميه الضخمه. اما الجمله رقم 39 دي كانت اخر حاجه. تعال نروح بقى لاسئله القصه. بيقول لي if you were، لو انت في مكان بيلفورد، ايه الاحداث اللي كنت هتعملها او ايه التصرف اللي كنت هتعمله؟ قول لي تصرفين. طيب هو بيلفورد عمل مصيبتين، المصيبه الاولانيه ان هو استلم الخطاب ما حققش فيه، والمصيبه الثانيه ان هو حتى لو الخطاب صحيح فهو ما بعتش ادمند للمحاكمه، ده بعته للسجن على طول. يبقى هنقول كده، هنبدا بالفعل اللي هو بيلفورد. فبقول لي لو انت مكانه ايه الاحداث اللي هتعملها؟ فهتقول كده I would investigate او I would make investigations. يعني انا هعمل التحريات او التحقيقات بتاعتي. To make او to be sure about the letter، يعني هعمل التحريات بتاعتي عشان ابقى متاكد هل الجواب ده حقيقي ولا لا. طيب الحاجه الثانيه second، المفروض ان احنا كنا كتبنا firstly هنا كده اولا، secondly ثانيا، even if يعني حتى لو the letter was true، حتى لو الجواب حقيقي، I would send Edmund for a trial، يعني هبعت ادمند للمحكمه، المحكمه هي اللي تبرر، هي اللي تقرر هو بريء ولا مش بريء. طيب 41 بيقول لي how does Edmund Dante، ازاي التحول اللي حصل لإدموند دانتي الى الكونت اوف مونte كريستو بيرمز الى العداله وبيرمز الى الانتقام، vengeance يعني انتقام.
يعني انت هتاخد كده، عايز نقطتين عشان تاخد الدرجتين. بص كده، Edmond Dante transformation into the Count of Monte Cristo symbolizes justice. اشرح لي بقى، حط نقطتين. Because يعني تحوله الى شخصيه كونت اوف مونte كريستو بيرمز الى العداله. Because he could achieve justice by using the wealth. يعني هو قدر يحقق العداله عن طريق استخدام الثروه. And the wealth itself، والثروه نفسها could compensate Edmund، يعني قدرت ان هي تعوض Edmund for his days in the prison، ايامه في السجن، عوضته عن ايامه في السجن. نقطه. Secondly، the transformation يعني التحول symbolizes vengeance، بيرمز الى الانتقام. Because Edmund could use his wealth، لان ادموند قدر يستخدم الثروه بتاعته to take revenge on his enemies، قدر يستخدم الثروه بتاعته ان هو ينتقم من اعدائه. طيب الباراجراف عن ال qualities وال habits of a respected person، يعني الصفات والعادات الخاصه بالاشخاص المحترمين. برضه هو نفس الباراجراف من كتاب العمالقه. اقول لك الفكره اللي احنا دايما بنتكلم عليها. انا خدت جمله موضوع من راس الموضوع او من العنوان، ان respected person هو الشخص اللي عنده strong values و good habits، اهي qualities و habits. فممكن اخلي دي strong qualities و good habits. الشخص المحترم هو الشخص اللي بيمتلك اخلاقيات قويه وعادات جيده. ابدا اشرح لي بقى. firstly، اولا او first honesty، هتكلم عن الاونستي وهتكلم عن الريسبكت. بص، اتكلم عن الاونستي واتكلم عن الريسبكت واتكلم كمان عن، بص اتكلم عن الاونستي ان الامانه دي حاجه مهمه جدا لان هي بتبني الثقه بين الناس. تاني حاجه الاحترام مهم لانه بيخلي الشخص appreciated، مقدر ومحترم في مجتمعه. فمثال مثلا الشخص المحترم ده بيستمع بحرص وبيعامل الناس بود. هيضيف بقى حاجه جديده اللي هي صفه جديده اسمها المسؤوليه. هو ما جابش سيره الهابتس هنا خالص. المسؤوليه بتساعد الشخص ان هو ينجح في الحياه ويكسب احترام الاخرين. ان كونكلوجن زي ما اتفقنا هنحط ختاما او جمله الخاتمه، الجود بيهيفير يعني السلوكيات الجيده والبوزيتيف هابتس ار ذا كي، هي المفتاح الرئيسي لانك تكون شخص محترم. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنحل مع بعض النموذج الثامن والتاسع بأمر الله، ويبقى فاضل لنا النموذج العاشر هناخده ونبدأ في نفس الفيديو نحل التراكمي إن شاء الله. احنا كده فاضل لنا بأمر الله يعني الفيديوهات اللي جايه اللي هننزلها مع بعض هيبقى بقية النماذج الاسترشادية والجرامر التراكمي اللي جه في امتحانات الثانوية العامة سابقا بالكامل. عامل لك ملخص ليه كده، هنحله مع بعض. يبقى احنا كده خلصنا كل الجزئيات المتعلقة بالمنهج بتاعنا بفضل الله.